كرم منتدى الأمة للتنمية وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم شرق خان يونس ثلة من المعلمين والموظفين المتميزين، وذلك يوم الأحد الموافق 17 من ديسمبر 2017 على شرف يوم المعلم الفلسطيني. وحمل الحفل شعار أنتم تاج على رؤوس الأجيال والقدس لنا، وقد بدأ الحفل بتلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم تلاه عرض مميز للكشافة مع السلام الوطني الفلسطيني. وفي كلمة المديرية أوضح الأستاذ سليمان شعث أن هذا الحفل مناسبة مهمة نوجه من خلالها الشكر والعرفان لكل معلم مخلص أمين أفنى حياته في تعليم الأجيال وخدمة وطنه. أوجه الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا الحفل، وأخص بالذكر الإخوة في منتدى الأمة الذين قدموا الرعاية الكاملة له. وفي كلمة ألقاها الأستاذ جلال الشاعر نيابة عن زملائه المعلمين المتميزين، تقدم بجزيل الشكر والعرفان لمنتدى الأمة والمديرية. وبدوره أشار الأستاذ حرب أبو بركة رئيس مجلس إدارة منتدى الأمة إلى أن العلم والعدل شرطان للقيام بواجب الأمانة الإلهية. إن رسالتنا هي كيف ننتصر بالقلم والمعرفة كي نبني نموذجا أبيا حرا يستطيع هزيمة النموذج العنصري الصهيوني الذي يعبث بالقدس والمقدسات ويعبث بالإنسان والإنسانية ويعبث بالماضي والحاضر والمستقبل. هذا وقد تخلل الحفل فقرات فنية رائعة وجميلة، أهمها غناء الطالبة الموهوبة جنى أبو دقة. عنه يغير فكرتنا، ريح حالك وابعد عنا، الأقصى في عقيدتنا. وفي الختام تم تكريم 49 معلما ومعلمة في أجواء جميلة مميزة ومعبرة.